السلام عليكم. كيفاش الفلوس ديال الدولة كتصرف وكتبقى مضبوطة؟ واش كاين شي كونترول على كيفاش كيتستهلك المال العام؟ في هذا الفيديو غادي نوريكم علاش لوديت انترن لو كونترول انترن اي لو كونترول دو جيستيون مهمين في الإدارة العمومية. نبداو أول حاجة بلو كونترول انترن. هو واحد السيستم اللي كاين في كل إدارة باش كينظم ليا الخدمة، وفي نفس الوقت كيحافظ ليا على الفلوس والمشاريع اللي كديرهم الدولة. مثلًا كنقدروا أننا نديروا واحد الكونترول غير على لي فاكتور، يعني أي حاجة تسرات pour la réalisation ديال واحد لو بروجي كيخصنا نديروا لو كونترول عليها باش نشوفوا واش هادوك لي فاكتور ماشي falsifié، واش هما مقادين، واش أي حاجة شريناها كيكون يعني الحساب هو هذاك، لي سيناتور هما هادوك إلى آخره. هاكا باش كنقدروا أننا نعرفوا واش هذاك المشروع عنده واحد الميزانية واضحة. إذًا في الوظيفة العمومية الدور ديال لو كونترول انترن هو أنه يحميها من الأخطاء والغش، وينظم الخدمة باش كلشي يكون منظم ويسهل ليا التدبير اليومي. دابا نشوفو لوديت انترن. قلنا لوديت انترن هو واحد لو كونترول اللي كيجي من داخل الإدارة باش يشوف واش الخدمة كتم لينا بواحد الفعالية، واش الفلوس اللي كنستهلكو يعني كيتم الاستهلاك ديالها بنظام. مثلًا نديرو غير الaudit ديال واحد الprojet، مثلًا projet ديال نبنيو واحد الطريق، باش نشوفو واش هادوك يعني الموظفين كيتبعوا ليا الميزانية والplanning اللي حنايا متفقين عليها في الأول. يعني الدور ديالو في الوظيفة العمومية يكتشف ليا النقائص ويقترح ليا واحد الحلول، يتحقق من الفعالية والالتزام بالقوانين، ويقاد واحد لو رابور اللي غادي يمشي مباشرةً للإدارة العليا أولا المجلس. دابا نشوفوا لو كونترول ديال دو جيستيون. قلنا الكونترول جيستيون هو واحد الأداة اللي كتعاون الإدارة باش دير واحد التخطيط، وواحد المتابعة، وواحد التقييم ديال المشاريع ديالها. مثلًا كتقارن ليا الميزانية اللي تخلصات في المشروع مع الميزانية اللي كنا مخططين ليها في الأول، يعني كتشوف لي داك الشي اللي فريمون ترياليزا مع داك الشي اللي كان قلنا يعني prévu أنه يدار. الدور ديالها أنها دير لي تحسين استعمال الموارد، تتبع ليا الأهداف والنتائج، وتساعد الإدارة العُليا باش تاخُد لا décision. دابا إلا جينا نشوفو شنو هو الفرق ما بين هاد ال3، مثلًا لو كونترول انترن فهو كيركز ليا على الإجراءات والالتزام بالقوانين، يعني لي فاكتور، لي دوسيي، tout ce qui est paperasse، باش حتى داك الشي البابراس هو اللي غيعطيك واحد لا traçabilité ديال أنه هذاك لو بروجي دار في واحد الظروف اللي هي ملائمة وكتحترم ليا القوانين. بالنسبة للaudit interne كيركز ليا على الفعالية والتحسين ديال الأداء، يعني فاش كنديرو l'audit غير لواحد المشروع باش كنشوفو كيف قلنا واش كيدار كيف ما حنايا متفقين عليه خاصو يدار ولا لا. بالنسبة للcontrôle de gestion كيركز ليا على الأهداف والأداء، يعني كيقارن ليا الميزانية مع النتائج. أول حاجة غيقارن ليا داك الشي اللي حنايا كي قلنا prévu مع داك الشي اللي دار، وكيشوف الأهداف اللي حنا كنا قلنا خاصهم يداروا واش حققناهم ولا لا، وحتى هو كيعطينا des actions correctives. في الخلاصة عندنا l'audit le contrôle interne et le contrôle de gestion كيخدموا مجموعين باش الإدارة تخلي هذاك المال العمومي أو المال العام منظم، وأن المشاريع كتخدم مزيان والدولة كتصرف بشفافية. إلا بغيتي تعرف أكثر على كيفاش كيتصرف المال العام وكيفاش كيتحكم فيه، تابع الصفحة وشارك الفيديو مع أصحابك، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.